بتعملي ايه يا مامي؟ بجيب بطاطس. شايفه ايه؟ بس انت ما قلتليش هتعملي ايه بالبطاطس. ما انا بجيب البطاطس عشان انت بقى تعملي لنا بيها حاجه. ايه ده، ما اتفقناش على كده. ارحميني شويه ارجوكي يلا. بصراحة يا جماعة سلمى عملت حتة سلطة أنا لو أكلتها كل يوم مش عايزة أكل حاجة تانية جنبها. يلا يا ياسر سمع عمو. يلا يا سلمى قول لنا عملتيها إزاي. الصراحه انا ما كنتش ناويه اقول، بس انا عملتها يومين ورا بعض من كتر ما كانت حلوه وحبوها جدا، فخلاص هقول لكم. انا سلقت 3 بطاطسيات كده، فعلى ما تتسلق هنعمل الدريسنج وبرده هقول لكم ايه البدايل. يعني حطيت 3 معالق مايونيز و3 معالق لبنه او ساور كريم او زبادي المتوفر عندكم، ومعلقه صغيره توم مفروم، معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره زيت زيتون، بشر ليمونه وعصير الليمونه دي كمان اللي احنا بشرناها، نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، بصل اخضر، بصله واحده يعني خضراء. اخدت الجزء الاخضر فيها اكتر من الجزء الابيض، يعني 3 4 معالق كده خيار مخلل مقطع صغير. انا ما بحبوش في العموم، بس في السلطه دي طعمه رهيب. وحطيت بقى اي خضار مسلوق عندكم، يعني كان عندي كيس كده كانت مامي فرزاه من رمضان، بسله على فاصوليا على جزر على كوسه كده. سلقت بقى البطاطس لمده مثلا 8 او 9 دقائق كده من بعد الغليان، علشان مش عايزاها تتهري قوي، يعني عايزاها مستويه، بدخل فيها الشوكه كده بتبقى طريه بس مش مهريه، علشان لما نيجي نقلبها ما تتبهدلش وتتفرفت. يعني قلبت بقى كله مع بعضه ورشه بقدونس، هو صحيح كان دبلان شويه بس مش مشكله، يعني تتساب بقى في التلاجة يعني اقل حاجه ساعه. بجد طلعت رهيبه، وجنبها مثلا اعملوا اي فراخ او لحمه او اي حاجه يعني بالهنا والشفا، وجربوها وقولوا لي. وهنا هتقمص دور مامي واقول ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ما تحرموناش من كومنتاتكم الحلوة. نشوفكم الفيديو الجاي. حلوين، باي باي.